السلام عليكم، تحية طيبة ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناتنا وقناتكم كرة وصبرة. المنتخب التونسي طبعا أعلن عن القائمة النهائية للمنتخب التي تمثلت في 26 لاعبا الذين سيشاركون في كأس العالم 2026 بكل من الولايات المتحدة الأمريكية، المكسيك وكندا. طبعا صبري لموشي بثورة شاملة للمنتخب التونسي بحوالي 20 لاعبا جديدا عن اللائحة التي شاركت في كأس العالم 2022 بقطر. 6 لاعبين فقط ضمنوا مكانهم في هذه القائمة، وكلهم كل من منتصر الطالبي، ديلان براون، حل بعد المجبري، إلياس الصخيري، وكذا علي العابدي وأنيس بن سليمان. فقط هم من حافظوا على مركزهم في هذه اللائحة ما بين كأس العالم 2022 وكأس العالم 2026، فيما بقيت اللاعبين 20 لاعبا جديدا في لائحة المنتخب التونسي، منهم من يتم استدعائه لأول مرة، ومنهم من لعب كأس أفريقيا الماضية التي أقيمت بالمغرب. طبعا اللائحة بها 3 حراس مرمى، أيضا هناك كل من 9 مدافعين، وسط الميدان هناك 7 لاعبين، وأيضا 7 مهاجمين ما بين قلوب هجوم ولاعبي أجنحة سواء على الجانب الأيمن أو الجانب الأيسر. أيضا بالنسبة للغيابات التي ضربت هذه القائمة، فهناك غيابات وازنة. كل من محمد علي بن رمضان نجم الأهلي المصري غائب عن القائمة، أيضا سيف الدين الجزيري مهاجم نادي الزمالك المصري غائب هو الآخر عن القائمة، ثم كل من علي معلول المخضرم لاعب الأهلي السابق بالدوري التونسي حاليا، وأيضا كل من فرجاني ساسي هو الآخر لاعب المحترف بالدوري القطري. فكل هؤلاء اللاعبين الذين كانوا يشكلون القوة الضاربة للمنتخب التونسي في السنوات الأخيرة غائبون عن هذه اللائحة. سنبدأ قبل أن ندخل في خضم اللائحة وتفصيلها وكل اللاعبين والمراكز. فأولا هناك بعض المعلومات الخاصة بالمنتخب التونسي قبل الدخول في كأس العالم. فسيكون لديه مباراتين تحضيريتين وديتين أمام كل من النمسا بتاريخ 1 جوان يونيو 2026 على الساعة 8:45 مساء بالتوقيت التونسي، والمباراة الثانية ستكون أمام بلجيكا هناك ببروكسل بالعاصمة البلجيكية يوم 6 جوان يونيو 2026 على الساعة 3 بعد الزوال بالتوقيت التونسي. أما على مستوى مجموعة كأس العالم فقد القرعة وضعت المنتخب التونسي أمام كل من السويد الذي يلاقيه في المباراة الأولى في مباراة الجولة الأولى يوم الأحد 14 جوان، والمباراة الثانية ستكون أمام المنتخب الياباني في الخميس في السبت 20 يونيو، وأيضا المباراة الثالثة بالجولة الأخيرة أمام المنتخب الهولندي يوم الخميس 25 من يونيو من سنة 2026. فبالتالي كل التوفيق للمنتخب التونسي في نهائية كأس العالم ومزيدا من التألق، نتمنى نتائج تكون أفضل من التي حققها المنتخب التونسي في نهائيات كأس العالم 2022 وكأس إفريقيا الأخيرة. بالنسبة لحراس المرمى هناك كل من أيمن دحمان كحارس مرمى، معه كل من عبد المهيب الشامخ حارس النادي الإفريقي، وأيضا صبري بن حسن حارس نادي النجم الساحلي. طبعا 3 حراس ما يجمع بينهم هو الدوري التونسي، كلهم يأتون من الدوري المحلي الدوري التونسي. أيمن دحمان من الصفاقسي، عبد المهيب الشامخ من الإفريقي، وصبري بن حسن من النادي النجم الساحلي. بالنسبة للدفاع لدينا هناك مدافع من الدوري المحلي هو رائد الشيخاوي من الاتحاد المنستيري، وأيضا محمد أمين بن حميدة من نادي الترجي التونسي، لاعبين فقط من الدوري التونسي في خط الدفاع. وثم لدينا 7 لاعبين خارج الدوري التونسي، كلهم يلعبون في الدوريات الأوروبية، بداية من منتصر الطالبي في لوريون الفرنسي، وكذا أيضا علي العابدي بنيس الفرنسي كلاعبي الدوري الفرنسي الحاضرين على مستوى الدفاعي. وهناك كل من يان فاليري وأيضا من ديلان براون من الدوري السويسري. يان فاليري لاعب يونغ بويز، وديلان براون الذي ينافس هناك بنادي سيرفيت السويسري. ثم لدينا من الدوري السويدي من نادي نوركوبينغ معتز النفاتي هو الآخر حاضر في خط الدفاع. ثم لدينا أخيرا آدم عروس من قاسم باشا التركي من الدوري التركي، وعمر الرقيق من الدوري السلوفيني يلعب بالضبط في نادي ماريبور السلوفيني.
هؤلاء هم يعني من يشكلون يعني الخط الخلفي للمنتخب ما بين قلوب دفاع كمنتصر الطالبي ويان فاليري وديلان براون، وأيضا كلاعبين على الأروقة كظهير أيمن أو ظهير أيسر، سواء كلاعب محمد أمين بن حميدة وأيضا علي العبدي وغيرهم. فيعني 9 مدافعين يشكلون الخط الخلفي للمنتخب التونسي. إذا ذهبنا إلى وسط الميدان فهناك عديد اللاعبين كلهم من خارج الدوري التونسي، كلهم ينافسون هناك بالدوريات الأوروبية، بدءا بإلياس الصخيري بنادي فرانكفورت الألماني، مرورا بمحمد الحاج محمود لاعب نادي لوغانو السويسري، ثم هناك راني خضيرة يعني شقيق سامي خضيرة الذي كان قد لعب لكل من نادي ريال مدريد الإسباني ونادي يوفنتوس هناك بالدوري الإيطالي، ومثل المنتخب الألماني في عديد المباريات وفي كأس العالم. فراني خضيرة يعني غير جنسيته من الجنسية الألمانية إلى الجنسية التونسية، وبالتالي سيشارك مع المنتخب التونسي رسميا في نهائيات كأس العالم 2026 هناك بالولايات المتحدة الأمريكية. يونيون برلين الألماني حيث ينافس راني خضيرة. ثم هناك الموهبة يعني أحد أكبر وأبرز اللاعبين على مستوى القائمة حنبال المجبري نادي بيرلين الإنجليزي الذي ينافس هذا الموسم موسم 25-26 بالدوري الإنجليزي الممتاز بريمير ليج، لكنه للأسف الموسم المقبل سيتواجد بالتشامبيونشيب بعد نزول الفريق. وهناك أنيس بن سليمان الذي ينافس بنادي نورويتش سيتي الذي هو بالفعل في التشامبيونشيب الدوري الدرجة الأولى الإنجليزي. وأيضا هناك كل من مرتضى بن والناس لاعب نادي قاسم باشا التركي، وأخيرا إسماعيل الغربي اللاعب الشاب اللاعب الموهبة الذي بالفعل يعني قدم أوراق اعتماده للمنتخب التونسي في عديد المواجهات، خصوصا كأس أفريقيا الأخيرة وأيضا في تصفيات كأس العالم. لاعب نادي أوكسبورغ الألماني الذي شارك في كأس العرب التي أقيمت مؤخرا في قطر. فهذه هي التشكيلة أو هذه هي اللائحة التي ستكون يعني كلاعبي وسط ميدان: إلياس الصخيري، محمد الحاج محمود، راني خضيرة، حنبال المجبري، أنيس بن سليمان، مرتضى بن والناس، وإسماعيل الغربي. 7 لاعبي وسط ميدان ما بين وسط ميدان دفاعي ووسط ميدان ربط، وأيضا صانعي الألعاب. إذا ذهبنا للخط الهجومي فسنجد 7 لاعبين، بداية بخليل العياري لاعب باريس سان جيرمان للشباب. خليل العياري أحد المواهب التونسية البارزة هناك بالدوري الفرنسي من بوابة نادي شباب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، يعطيه المدرب صابر لموشي الثقة. ويعني شفنا يعني عديد اللاعبين الشباب في هذه اللائحة، يعني إعادة إحلال وتجديد وثورة كبيرة للغاية من المدرب صابر لموشي، يعني ثقة كبيرة من المدرب تحسب له لأخذ يعني عديد اللاعبين الشباب إلى نهائيات كأس العالم، يعني كلاعب خليل العياري. أيضا سيباستيان تونكتي نجم نادي سيلتك الاسكتلندي، إلياس عاشوري نجم نادي كوبنهاجن الدنماركي، والمهاجم صاحب القوة البدنية الهائلة فراس شواط مهاجم النادي الإفريقي، المهاجم الوحيد الذي ينافس بالدوري التونسي. وهناك أيضا حازم المستوري لاعب دينامو ماخاتشكالا الروسي كجناح. وهناك كل من إلياس سعد الذي ينافس هناك بالدوري الألماني الدرجة الثانية مع نادي هانوفر الألماني. وأخيرا أصغر لاعبي المنتخب ريان اللومي لاعب فانكوفر الكندي هناك بكندا صاحب 18 عاما، هو الآخر يتواجد كقلب هجوم مع المنتخب التونسي. بالتالي هذه يعني هي التشكيلة التي اختارها المدرب صبري لموشي، المدرب الذي لديه كل من الجنسية التونسية والجنسية الفرنسية، مدرب فرنسي من أصول تونسية صبري لموشي، معروف يعني قوة شخصية هذا المدرب وأيضا بقراراته القوية واختياراته الصادمة. فكانت هذه هي اختياراته لكأس العالم، لائحة من 26 لاعبا، 3 حراس مرمى،
9 لاعبي دفاع و7 لاعبي وسط الميدان مع 7 مهاجمين. كتذكير هنا كل من أيمن دحمان، عبد المهيب الشامخ، صبري بن حسن، محمد أمين بن حميدة، رائد الشيخاوي، منتصر الطالبي، علي العابدي، يان فاليري، ديلان براون، معتز النفاتي، آدم عروس، عمر رقيق. وسط الميدان كل من إلياس الصخيري، محمد الحاج محمود، رامي خضيرة، حلب على المجبري، أنيس بن سليمان، مرتضى بن والناس، وإسماعيل الغربي. أما بالنسبة للخط الهجومي فكل من خليل العياري، سيباستيان تونكتي، إلياس العاشوري، فراس شواط، حازم المستوري، إلياس سعد، وأخيرا ريان اللومي. بالتالي يعني هذه هي اللائحة الرسمية والنهائية التي ستشارك في نهائيات كأس العالم 2026. إلا لا قدر الله كانت هناك إصابة لأحد اللاعبين من هذه اللائحة فسيتم تغييره واستبداله بلاعب من اللائحة الأولية التي تم يعني إرسالها للفيفا يعني قبل أيام. فبالتالي يعني هذه كانت لائحة المنتخب التونسي وقراءة في اللائحة وكل تفاصيلها الخاصة بها. نتمنى أن تدعمونا بالاشتراك في القناة، ضغط زر الإعجاب وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. دمتم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.